اونر مسكت انجح موبايل ليها السنه اللي فاتت X9B، وحلت 3/4 المشاكل او العيوب اللي ما كانتش عاجبه بعض الناس، وحسنت حاجات في التصميم سواء من حيث الشكل او من حيث قوه التحمل، ونزلت الموبايل تاني باسم X9C بسعر اغلى حاجه بسيطه جدا، حوالي 17,000 جنيه للنسخه 12256. والموبايل حاليا معاه سماعه هديه لفتره محدوده سعرها لوحده 2000 جنيه. مش هنطول اكتر من كده علشان نغطي كل حاجه في التجربه واللي استمرت حوالي اسبوع. هقولك في البدايه على اقوى 6 مزايا عجبتني في الموبايل واللي هتكون السبب لو فكرت تشتريه. بعدين هقولك تجربتي مع حاجات مهمه زي الشبكات وتجربه الكاميرات، وفي الاخر هقولك على 4 عيوب او 4 حاجات ممكن ما تعجبكش في اونر X9C. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل أو هتشتري أي حاجة من موقع نون استخدم أكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم إضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب AA11، ولو بتشتري من نون السعودية أو الإمارات اكتب RR100. هنبدأ بالمزايا القوية، وأول ميزة لازم نتكلم عنها هي التصميم. لما نزل X9B كان نازل على أساس إنه موبايل ضد الكسر وبيتحمل الصدمات لأعلى درجة. اونر بتقول إن X9C أقوى ب66% في تحمل الصدمات، يعني أقوى ب1.5 تقريبا، وكمان جاي بمعيار أعلى في مقاومة المية IP65M، وM هنا يعني مقاومة 360 درجة من جميع الجوانب. IP65 مش كافي إنك تغطس الموبايل في المية، لا هو مش هيحصل له حاجة لو نزل عليه مطرة مثلا وانت بتتكلم، او لو وقع عليه مية غصب عنك، وهكذا. كمان اونر بتقول ان X9C هيشتغل بأعلى كفاءة في درجات حرارة من -30 لحد موجب 55 درجة مئوية. طبعا كل ده كلام جميل، واونر واخدة بيه شهادات من جهات محايدة، وناس كتير عملت اختبارات تحمل للموبايل والموبايل عدى وطلع سليم. ولكن ده مش معناه انك تشتريه وتقعد تكسر فيه علشان تشوف هيحصل له ايه، لا استخدمه بشكل طبيعي وبنسبة 95% مش هيحصل له اي حاجة. نيجي بقى لشكل الموبايل. الواجهة الامامية جاية بنفس الشكل الممتاز، شاشة كبيرة كيرفي او منحنية بحواف قليلة جدا مع نوتش بانش هول مزدوجة رغم ان فيها كاميرا سيلفي واحدة بس. هنفهم اكتر ليه عملوا كده لما نوصل لجزئية الاداء، خليك معايا. اما ظهر الموبايل فاونر حافظت على ان اللون الاورنج يجي برضه بظهر من الجلد. الجديد هنا هو تصميم بقية الالوان واللي بتيجي بظهر من البلاستيك. تصميم الظهر والالوان بقت اشيك. اللون اللي معانا ميكس ما بين الاخضر والرمادي بتصميم رخامي وانعكاسات جميلة مع الضوء. فريم الكاميرات كمان حصل فيه تطوير وبقى الجزء المعدني من بره مش من جوه، والوانه مختلفة على حسب لون الظهر. هنا مثلا الفريم جاي باللون الفضي. ومن الابداع المستمر الاونر انها حافظت على ان سمك الموبايل ما حصلش 8 مللي في ظل وجود شاشة كيرفي وبطارية كبيرة جدا هنتكلم عنها. وكمان وزن الموبايل تقريبا ما زادش، 189 جرام. على قد الابداع في تصميم الموبايل وانه الميزة رقم 1 في الدعاية، الا ان الميزة التانية وهي الشاشة مش اقل في القوة من الميزة الاولى. مش هكلمك على الحجم الكبير ولا ان نوعها اموليد او ترددها 120 هرتز. اول حاجة غريبة انها الشاشة الوحيدة حاليا في السعر ده اللي بتيجي بدقة 1.5K. كل الشاشات المنافسة دقتها فول HD، يعني كثافة البكسلات هنا اعلى والتفاصيل اكتر. الحاجة التانية واللي قلناها على اكتر من موبايل في اونر هي ان شاشات اونر بدأت تنافس وتتفوق احيانا على شاشات سامسونج. هي ما فيهاش HDR ودي حاجة ما بتهمش 90% من المستخدمين، ولكن ظبطة الألوان والتفاصيل وتجربة المشاهدة على الموبايل ده خطيرة، عجباني أكتر من شاشات سامسونج. زوايا الرؤية فيها ممتازة، هتخليك تشوف الإضاءة والألوان بشكل كامل. معدل الفليكر أو نبضات الشاشة عالي جدا، وده بيبقى مريح للعين مهما نزلت بالإضاءة. صحيح، بمناسبة الإضاءة الشاشة إضاءتها بقت أعلى من X9B، بتوصل 4000 نتس، وده رقم ممتاز. مش محتاج أقولك إن مش هيكون عندك معاها أي مشكلة في الشمس. التردد 120 هرتز هنا واضح جدا، وفي وضع بيظبط لك ما بين التردد واستهلاك البطاريه. وخاصيه الاولويز اون ديسبلاي موجوده طبعا، واللي واجهه اونر بتضيف لها مزايا حلوه جدا. وبما اننا اتكلمنا عن الشاشه فبالمره تعالى اوريك اداء البصمه، واللي تقريبا هي افضل بصمه شاشه في السعر ده. ادائها سريع زي ما كانت في X9B، مش هتاخد اي وقت في فتح الشاشه، وخلال اسبوع كامل ما غلطتش معايا ولا مره تقريبا.
اما دلوقتي بقى هندخل على ثالث ميزة قوية وحاجة من الحاجات اللي حصل فيها تطوير، وهي البطارية وقدرة الشحن. الموبايل حجم بطاريته زاد رغم انها ما كانتش محتاجة، البطارية بقت 6600 ملي امبير، تقريبا دي اكبر بطارية موبايل في الفئة المتوسطة حاليا. الحجم العملاق ده مع واجهة اونر مع معالج بدقة 4 نانو هيدوك متوسط استخدام من يومين ل3 ايام على شحنة واحدة. اونر بقى ما اكتفتش انها تزود لك البطارية، لا هم كمان حسوا ان قدرة شحن 35 واط اللي كانت في X9B مش كفاية، وعندهم حق. قدرة الشحن في X9C 66 واط، وده رقم مناسب اكتر لبطارية بالحجم ده. لو عايز الموبايل يشحن باقصى قدرة بتضغط مرة واحدة على الشاشة، فبيشحن لك البطارية العملاقة دي من 0 لحد 100% في اقل من ساعة. وصلنا الرابع ميزة قوية والحاجة الأساسية في أي تجربة موبايل، وهي المعالج وتجربة الأداء. X9C جاي بنفس معالج X9B سناب دراجون 6 الجيل الأول مع 12 جيجا رام. لو عايز تعرف قوته فهو بينافس دايمنستي 7050 واللي موجود في معظم موبايلات الفئة السعرية دي، فهو معالج قوي ومناسب في السعر ده. المعالج الوحيد اللي بيتفوق عليه في الأرقام هو معالج سامسونج A55. أنا شخصيا بفضل معالج سناب دراجون على معالجات إكزينوس علشان الحرارة واستهلاك البطارية وقوة الشبكة. ده غير ان الخلطة كلها المعالج مع حجم الرامات مع استقرار وخفة واجهة اونر خلى تجربة التصفح على الموبايل وفتح التطبيقات والتنقل ما بينها تجربة مثالية في السعر ده. ومش عايزين نكرر كلامنا، ولكن فعلا اونر حاليا بتقدم احسن واجهة، خفيفة وسريعة ومليانة اوبشنز، وفي نفس الوقت مستقرة ما فيهاش غلطات. بس برضو دي مش اجمد جزئية في الاداء. اجمد حاجة في الاداء هنا هي تجربة الجيمز. اولا اعدادات الجرافيك عالية، PUBG شغالة لحد HDR جرافيك واكستريم فريم او 60 فريم ريت، مش محتاج تنزل بالجرافيك علشان تلعب على 60 فريم، واداء اللعبة ممتاز على اعلى اعدادات. نفس الكلام في لعبة كول اوف ديوتي، بتلعب على اعلى فريم ريت من غير ما تنزل بالجرافيك. الموبايل فيه كل حاجة تخليني ارشحهولك كموبايل للجيمز في السعر ده. شاشة قوية بحجم كبير، بطارية عملاقة، وحاجة اخيرة هنتكلم عنها كخامس ميزة قوية وهي السبيكر. من الحاجات اللي ما كانتش بتعجب بعض الناس في X9B انه جاي بسبيكر مونو، وعندهم حق. X9C جاي بسبيكر ستيريو، وجودة وعلو الصوت فاجئوني الحقيقة، وتوزيع الصوت ما بين السماعتين كويس جدا. السبيكر بعد ما كان من عيوب X9B بقى من المزايا القوية في X9C. أما سادس وآخر ميزة قوية معانا هي إضافة تثبيت بصري في الكاميرا الخلفية الأساسية، واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي في تجربة تصوير الفيديو. ده تصوير فيديو بموبايل اونر X9C. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية لحد دقة 4K على 30 فريم، وبالكاميرا الأمامية لحد دقة Full HD على 60 فريم. الموبايل بيدعم التثبيت البصري في الكاميرا الخلفية الأساسية. احنا كده بنصور على دقة 4K اللي هي أعلى دقة. لما هننقل بقى على دقة الفول HD هيحصل كروب أو الصورة هتتقص شوية، وهيشتغل التثبيت الإلكتروني بشكل إجباري مع التثبيت البصري. يعني أنا كده هحاول أتحرك بسرعة بحيث يبان تأثير التثبيت الإلكتروني مع التثبيت البصري. طبعا التثبيت بقى أقوى زي ما احنا شايفين. طبعا في خاصية في موبايلات اونر كلها بقت تنزل مؤخرا، وهي المالتي فيديو، إنك تصور بكذا وضع في نفس الوقت. يعني مثلا ده الكاميرا الخلفية، ممكن نغيره يبقى الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية مع بعض. كل ده أنا بعمله من غير ما أوقف تسجيل. ممكن نغيره يبقى الكاميرا الخلفية الأساسية والكاميرا العريضة أو الوايد أنجل. وممكن آخر حاجة إن أنا أخلي الكاميرا الخلفية هي الأساس، وكاميرا السيلفي في جزء صغير على الشاشة وبتتحكم في مكانه زي ما احنا شايفين. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي الشبكات وتجربة الكاميرات. بس ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. هنبدأ بأول حاجة مهمة، وهي تجربة إجراء المكالمات. أولا شبكة المكالمات قوية وكويسة جدا، والموبايل بيدعم ال 5G. صوت سماعة المكالمات عالي وواضح، والموبايل فيه مايك للضوضاء واللي بيوضح صوتك في الأماكن الدوشة. استشعار التقارب في الموبايل سوفت وير، مفيش مستشعر حقيقي، كان شغال معايا بشكل كويس، ولكن طبعا وجود مستشعر حقيقي كان هيبقى أفضل. خاصية تسجيل المكالمات موجودة، ولكن بيتم إبلاغ الطرف الثاني. بمناسبة الشبكات تعالوا نشوف شبكة الواي فاي. الموبايل شغال بنظام واي فاي 5. عجبني في انه بيلقط من على مسافات ابعد من معظم الموبايلات، وخاصية ال NFC موجودة طبعا في الموبايل. ودلوقتي وصلنا لآخر حاجة معانا قبل ما نقول العيوب، وهي صور الكاميرات. سيت اب الكاميرات ما اتغيرش، وخلينا نبدأ بأجمد كاميرا فيهم وهي كاميرا السيلفي. دقتها 16 ميجا بكسل، والحقيقة ألوانها مظبوطة وحلوة في معظم الصور. لو عايز موبايل بكاميرا سيلفي حلوة X9C اختيار كويس جدا. تصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة معقولة، كمية النويز قليلة، والصورة بتبقى شارب وواضحة.
اما الكاميرات الخلفيه فخليني ابدا معاك باكتر حاجه عجبتني فيها، وهي التصوير في اضاءه ضعيفه، او بمعنى اصح قوه الوضع الليلي. رغم انها نفس الكاميرا والمعالج اللي كان في X9B، ولكن الوضع الليلي هنا اقوى بفرق واضح، والموبايل هيديك صور حلوه جدا في الاضاءات الضعيفه. اما في الاضاءات القويه الموبايل هيديك تفاصيل كتير طبعا، 108 ميجا بكسل والوان معقوله، كانت محتاجه تكون مشبعه اكتر من كده، ده لو عايز تقارنها بكاميرات تانية في نفس السعر. لكن من الحاجات القويه فيها خاصيه العزل، واللي بتدي نتيجه مظبوطه جدا. الالوان هتحسها مظبوطه اكتر في الكاميرا العريضه او الوايد انجل، ولكن دقتها 5 ميجا بكسل، فالتفاصيل طبعا اقل بكتير من الكاميرا الاساسيه. كده خلصنا التجربة، ودلوقتي بقى هقولك على 4 عيوب أو 4 حاجات ممكن ما تعجبكش في اونر X9C. العيب الأول خاص بالصوت، وهو إن الموبايل مفهوش مخرج سماعة 3.5 مللي، وبيعتمد في تشغيل الهاند فري عن طريق مخرج التايب سي، ولازم تستخدم سماعة أصلية علشان الموبايل يقراها. العيب التاني هو عدم وجود موتور فايبريشن من النوع الحديث في الموبايل، بمعنى إن الفايبريشن بيشتغل بس أثناء رنة الجرس وبشكل تقليدي، مفيش أي اهتزاز بيحصل مع اللمس أو التصفح، ودي حاجة موجودة تقريبا في كل موبايلات السعر ده. العيب الثالث ان الموبايل مفهوش مكان لكارت ميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. واخر عيب ان الموبايل مفهوش راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. دي كانت تجربتنا لأونر X9C. ما تنساش تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون، وما تنساش طبعا تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.